عاوز احكي لكم حكاية بتتكرر كتير في مجتمعنا. الحكاية بدأت برسالة جات لي بتقول: زمان كنت فاكر اني بحمي نفسي، فقررت اكتب البيت باسم مراتي. قلت مش هتفرق، دي مراتي وام عيالي. لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ كابوس في حياتي. مع اول مشكلة بينا مراتي رفعت عليا قضية خلع، وجت في وشي وقالت لي البيت ده باسمي وانت مالكش حاجة عندي. اتصدمت. انا اللي دافع، انا اللي ساكن، انا اللي بصرف عليه. بس للأسف لما فتحت العقد لقيت فعلا اسمها هو اللي مكتوب. ده بقى القانون بيسميه السورية بطريقة تسخير. طب يعني ايه؟ يعني تكتب حاجة باسم حد تاني، زي مراتك، أخوك، صاحبك، بس في الحقيقة انت اللي شاري، وانت اللي بتدفع، وانت اللي بتتصرف. وبعدين تتفاجئ انه يقول لك ده انا المالك والعقد بيقول كده. المصيبة بقى ان القانون فعلا بيشوف الورق، مش نيتك ولا ظروفك. هتيجي تسألني تقول لي طب اللي باسمه الحاجة قلب عليا اتصرف ازاي؟ هقول لك: تقدر تثبت ان اللي حصل ده سوري وان انت المالك الحقيقي. بس اولا هترفع دعوة قدام المحكمة اسمها سورية العقد سورية نسبية بطريقة تسخير. ودفاعك في الدعوة ده هيكون ان الشخص اللي باسم الورق ما كانش هو المالك الحقيقي، وان انت المتعاقد الحقيقي، وان انت اللي مسدد مقابل العقد من مالك الخاص. وتحاول توفر مستندات زي تحويلات بنكية تثبت ان الفلوس خرجت من حسابك مثلا. تأكد للمحكمة ان انت اللي ساكن وواضع اليد. وتطلب من المحكمة إحالة الدعوة للتحقيق. وتحاول تجيب شهود، ناس شافوك وانت بتدفع الثمن، وتثبت للمحكمة ان انت اللي دافع الثمن من مالك الخاص. ويفضل لو جبت شهود العقد وقالوا ان انت اللي دافع الثمن من مالك الخاص وان انت اللي بتتعاقد علشانك مش عشان الشخص اللي اسمه كتب في العقد. ويفضل لو جبت اقرار من البائع ذاته ان انت المتفق على صفقة البيع، مثلا لو هو عقد بيع او لو عقد ايجار حتى. الكلام اللي احنا بنقوله بيسري في كل العقود. بس خلي بالك، لو ما عرفتش تثبت ان انت المشتري الحقيقي او المستأجر الحقيقي او صح او المتعاقد الحقيقي، وان الشخص اللي باسمه العقد كان مجرد اسم حضرتك استخدمته وقت تحرير العقد، سواء شراء او عقد ايجار او ايا كان العقد، وان مش انت اللي دفعت الثمن، وقتها للاسف هتخسر دعواك. اللي عاوز اقوله باختصار: ما تكتبش حاجة باسم حد تاني، وما تستعملش اسم حد تاني، لأن القانون ما بيعترفش بالنية. القانون بيعترف باللي مكتوب، والسورية ممكن تضيع لك حقوق.